صباح الخير، عاملين ايه؟ معانا كفتة داوود باشا. معانا بقى نص كيلو من اللحمة المفرومة، بصلة كبيرة، فلفل اسود، قرفة، السبع بهارات، ملح، كوباية من عصير الطماطم، توم مفروم، معلقة كبيرة من الصلصة، معلقة صغيرة من السكر. هنا بقى هنحط على اللحمة البصلة المبشورة ناعم، وعليهم البهارات او التوابل، وهنقلبهم كويس مع بعض. وهنبدأ بقى نكورهم الكور بالحجم اللي انتي تحبيه. انا هنا عملتهم حجم وسط، طلع لي الكمية الحلوة دي. وهنا شوحتهم بقى في سمنة وزيت، واول ما غير لونهم كده طلعتهم. وفي نفس الحلة او الطاسة اللي هتعملي فيها، انا هنا نزلت عليهم على طول الثوم في نفس الحلة اللي انا عاملة فيها. شوحت الثوم، اول ما يدي لون ذهبي احط بقى ايه، انزل بعصير الطماطم، وبعدين بكوباية مية سخنة، عشان انا هنا الطماطم ما كنتش مزودة فيها مية. وبعدين معلقة كبيرة من الصلصة، ونفس البهارات اللي حطيناها في اللحمة هنحطها برضو في الصلصة هنا وتتسبك. وهنزل برضو بمعلقة صغيرة من السكر ولغاية ما تتسبك بقى. وبعدين هننزل بقى ايه، الكور بتاعة اللحمة، تقعد كده في التسبيكة لمدة 10 دقايق يتسبكوا مع بعض. واقفل عليها ولغاية هنا والوصفة انتهت. وتتقدم كده وتبقى ما شاء الله تبارك الله، والطعم حاجة كده خيالية. انا بقى هنا هزوقها، هحط لها ايه، جبنة موتزاريلا. انتي بقى ممكن تقدميها كده او لا، او عايزة تزوقيها كده برضو، عندك ميكس جبن، جبنة موتزاريلا يعني اللي تحبيه. وتحت الشواية 10 دقايق وهتطلع بالشكل ده. وعملت جنبها بقى رز بالشعرية. وبالهنا. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير، وباي باي.